مساء الخير اعزائي المشاهدين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده جبت لكم فيديو عن تجميع لافضل خروجات وفسح في الزمالك. اللي ما خرجش وراح الزمالك فهو فايته كتير جدا. منطقه راقيه جدا وجميله جدا وانتيكه جدا جدا جدا، بتتحوط بالنيل والميه من كل حته، ومليانه اماكن خضره وشجر وورود وحاجات حلوه كتير زي ما هنشوف مع بعض في الصور والفيديوهات اللي هنشوفها في الفيديو دوت. فانت لو من هواة الخروج والخروجات والفسح فالفيديو دوت خاص بيك انت. الزمالك يا جماعه بالليل حكايه والصبح حكايه تانيه خالص، بس هو برضه انا بفضلها بالليل اكتر. فانت لو من هواة خروجات الفسح ما تنساش تشترك في قناتنا وتفعل الجرس عشان يصلك كل جديد. احنا القناه دي عن الخروجات والفسح والسفر والحاجات الحلوه دي كلها. فانت لو من هواة الخروجات والتنطيط والفسح دي يبقى الفيديو ده والقناه دي عشانك. ويلا بينا نبدا الفيديو بسرعه. اول حاجه بقى ومن افضل الحاجات اصلا اللي ممكن تعملها في الزمالك وببلاش من غير ما تدفع اي حاجه، فهو زي ما احنا شايفين كده انك تتمشى اصلا في شوارع الزمالك. شوارع الزمالك اصلا شوارع جميله جدا، كلها اشجار وورود وحاجات حلوه قوي، هتستمتع بيها جدا. بتتحول طبعا زي ما قلنا في بدايه الفيديو بالنيل من كل حته، فان انت تتمشى على الكورنيش، شارع بقى البرازيل، ابو الفدا، كل الشوارع بقى الزمالك، محلات بقى يمين وشمال، في قعدات بره تقدر تاكل سناكس، تاكل اي حاجه، كشاك، طبعا كل حاجه اللي انت عايزها هتلاقيها هناك. فانت ان انت تتمشى بس اصلا في الشوارع او على الكورنيش ومن غير ما تدفع اي حاجه هتتبسط جدا جدا. تاني حاجة بقى ممكن تعملها هناك في الزمالك انك تروح حديقة الاسماك. حديقة الاسماك من اقدم واعظم واعرق الحدائق اللي ممكن تشوفها في مصر اصلا كلها. جنينة الاسماك دي جنينة عريقة جدا زي ما احنا شايفين برضو في الصور، كلها اماكن حلوة قوي، انتيكة قوي وقديمة جدا، حلوة قوي للتصوير والسيشن، وهتستمتع بيها وتشوف حاجات لو انت مشفتهاش قبل كده. فانت فايتك كتير، روحها هتتبسط فيها جدا. ولو رحتها طبعا انت عارف ان انت لو رحتها 100 مرة هتتبسط فيها جدا. في كمان نادي هناك اسمه نادي الكهرباء زي ما احنا شايفين كده. النادي بيبص على النيل، تذكرة دخوله 20 جنيه بس، وهتقعد وتستجم وتقعد على النيل واسمك في الزمالك. وفي عندهم برضه ممكن تفطر او تتغدى او تشرب حاجه او تعمل اللي انت عايزه. في هناك برضو كمان حديقة الحرية. حديقة الحرية اتكلمنا عنها في فيديوهات كتير عن افضل 10 حدائق موجودة في مصر. فحديقة الحرية من الحدائق الجميلة جدا برضو اللي سعر تذكرتها رخيص، وهتخش وتتبسط في الخضرة والجو والاماكن الحلوة اللي جوه قوي. ما تنساش كمان تروح تتصور مع الحمام اللي قدام فندق الماريوت اللي على النيل، هتلاقي حمام كتير، ولو خدت معاك كمان حاجات تاكله فانت هتستمتع جدا بان انت تاكله، وكمان هتتصور وتاخد صور عمرك ما هتنساها. ممكن كمان تروح تفطر في تشيلز على النيل، برضه اسعاره حلوه، هتقعد على النيل وتفطر فطار عالمي جدا. تقدر كمان تروح تطلع الروف بتاع جويل اللي هو تبع القوات المسلحه، مكان جميل جدا ونضيف جدا، تقدر تفطر او تتغدى برضه على النيل وتشوف حاجه اماكن حلوه قوي. وطبعا كمان ما تنسوش القصور. فالزمالك مشهوره بالقصور الجميله جدا، من قصر عائشه فهمي، ناس كتير سالتني عليه في الكومنتات هو فين. فقصر عائشه فهمي من افضل القصور اللي ممكن تخشها، تستمتع جدا بالاجواء والالوان المبهجه اللي فيها، وكمان هتاخد صور حلوه جدا فيها. كمان غير قصر عائشه فهمي عندنا قصر سميحه كامل، فهو برضو من القصور الجميله جدا، عريقه والوانها مبهجه. هتخش زي ما انت شايف في الصور كده، هتتصور وتاخد صور فعلا حلوه جدا في الزمالك دي، وهتتبسط فيها جدا جدا. كمان بقى لو معاك فلوس كمان ممكن تقدر تطلع فندق نوفوتيل في اعلى قمه فوق في الروف، هتكون شايف مصر كلها والنيل وشايف مناظر جميله جدا. تقدر تفطر هناك او تاكل، هتستمتع جدا في اعلى نقطه في فندق نوفوتيل دوت، هتشوف منها مصر كلها. كمان نسيت اقول لكم في حديقه من ضمن الحدائق زي حديقه الحريه والكهرباء، في حديقه اسمها حديقه العبور. هناك تذكره الدخول ب 10 جنيه بس زي ما احنا شايفين على الصور، وهتقعد على النيل وتستمتع وتتبسط باحسن اجواء بتذكره الدخول 10 جنيه فقط. كمان تقدر انت واصحابك والمجموعه اللي معاك تاخدوا فلوكه كده او مركب حلوه وتلفي بيكم بالنيل ساعه او ساعتين حسب اتفاقكم معاهم. فهي برضو من الحاجات الحلوه اللي تقدر تعملها من هناك من الزمالك.
ما تنساش كمان تروح متحف الزمالك، فهو برضو من الحاجات الحلوه قوي هناك. وما تنساش كمان اهم حاجه في ده كله هو برج القاهره. اوعى تروح الزمالك وما تزورش برج القاهره. لو انت مصري وما رحتش برج القاهره فانت مش مصري، لازم تروح برج القاهره، هتستمتع بيه جدا. لو وقفت فوق على القمه واتفرجت على منظر العالم كله من فوق هتتبسط جدا من مصر من فوق. بس ما تروحش لوحدك عشان مش هيطلعوك، او لوحدك عشان لازم يكون حد معاك، ودي من القوانين الجديده من ساعه للاسف اللي حصل اخر مره. تذكره الدخول للمصريين 50 جنيه فقط. تقدر كمان بقى لو انت فنان وسميع تروح الاوبرا، فالاوبرا برضو قريبه جدا من الزمالك، تروح تحضر اي حفله غنائيه او اي عرض بيتقدم هناك، فبرضه هتستمتع بيه جدا. تقدر برضه تتمشى كتير في شوارع الزمالك، هتاكل هتشرب وافل. ما تنساش من عند كوزي ديزرت هتاكل وافل من هناك، مكان حلو قوي، مكان جميل جدا. الزمالك يا جماعه انزلوها اتمشوا فيها، استكشفوا بلدكم. الزمالك فيها خروجات حلوه كتير. انا اتكلمت كتير قوي عن خروجات، ومهما اتكلمت عن خروجات مش هخلص خروجات الزمالك. كفايه انك تتمشى في شوارعها الجميله بشجرها وورادها الجميل دوت. يا رب يكون الفيديو دوت عجبكم. ما تنساش لو اول مره تشوفنا تنزل دلوقتي تشترك في القناه وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. شكرا للمتابعه، سلام.